وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك، لا تنسى من يطلبون السلام. تأمل حالك وانظر إلى حال إخوانك في غزة. لك مأوى يؤويك، تنام بأريحية وتجر وتتذمر لأمور تافهة، بينما ينام ويستيقظ إخوانك على الأصوات الصاخبة والأهوال، إن استطاعوا أن يناموا دون خوف ورجفة. تستيقظ متأففا ولديك طعامك ولديك عملك الذي تذهب إليه، بينما إخوانك يموتون جوعا وليس لديهم عمل يذهبون إليه. تظن أن حياتك مشؤومة في حين أن الله من عليك بالستر والعافية والمأوى وأشياء كثيرة لا تحصى. تقف خذولا كسولا، تضيع الساعات والأيام ولا تنجز شيئا. تتذمر لفقدك شيئا واحدا أو بضعة أشياء لو امتلكتها لهلكت، وأسفاه على عمر تضيعه بلا فائدة، وأسفاه على نعم لا تحصى تقابلها بالتذمر. يقول الله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي ثم ليسألنكم الله عز وجل عن النعيم الذي كنتم فيه في الدنيا. فكر في إخوانك واعمل الآن، وتذكر أنك تمتلك الدعاء والمقاطعة والتذكير ونقل الحقيقة لمن غفل عنها. وتذكر قول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.